بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فرق كبير قوي يا جماعة بين لعيبة الأهلي واحترام لعيبة الأهلي ولاعيبة نادي الزمالك. يعني تبص تلاقي كل لعيبة الأهلي بيتكلموا باحترام. يعني أول امبارح كريم فؤاد وامبارح كهربا، وعمرهم ما غلطوا في نادي الزمالك، مع ان كهربا ملدوع في اكتر من 70 مليون جنيه من نادي الزمالك. لكن يقول لك ايه، احنا ده نادي كبير وببارك له وعمل الكونفدراليه والبطوله وبقدره وكل حاجه حلوه. مفيش اي اساءه ولا ذكر الزمالك باي شيء، باي شيء. بس قبل ما نشوف اللي عمله كهربا مع شيكا وان هو اداله على وشه 100 قلم، الاول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وندعي لاخواتنا. اللهم انصر اخواننا وامدهم بمدد من عندك، وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائك ودمرهم تدميرا، ودمر كل من اعانهم على ظلم اخواننا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. الكذب في دمهم، الكذب في دمهم. قبل كده برضو ميدو طلع كذب، والراجل يعني خلى وشه في الارض، في الارض، في البرنامج بتاع رامز جلال. لما قعد يقول لك ده بيتصل بيا وبتاع مش عارف ايه، قال له ما حصلش، والتاني ما اتكلمش. برضه شيكا طلع من يومين برضه يكذب. الكذب في دمهم، الكذب في دمهم. هو مش عايزين يفهموا ان الكذب ملوش رجلين، والحقيقه لازم هتظهر، هتظهر. لكن هم عايشين بالكذب، هم بينهم وبين بعض بيكذبوا على بعض. هم عايشين في مستنقع. هو كده، اللي ما يعرفش يبقى زيهم ما يعرفش يعيش في وسطهم. انا يا جماعه كان واحد صاحب، اخو صاحبي، كان محترم جدا، اشتغل في الحي، وفي المهندسين اللي حواليه كلهم يعني شمال شمال. بس الراجل ده الله يرحمه، يعني الراجل ده كان محترم جدا، ما عرفش يعيش في وسطهم شهرين، شهرين. بصوا، كانوا بصوا هيولعوا فيه، مش عارفين يشتغلوا. ما هو انت هتقعد بقى انت تبقى محترم في وسطينا؟ لحد ما قدم استقالته من الحي. شوفوا بقى، واحد مهندس اتعين في الحي عشان ما يعملش الحرام، ساب الحي وقدم استقالته. فكذلك المستنقع اللي هم فيه، المحترم ما يعرفش يعيش فيه. فكان طلع وقال لك ايه، ان في مباراة الكاس بيكلم امام، فامام عايز التيشيرت وانا ما ينفعش اديله التيشيرت. وبعدين انا اساسا مش موافق على انه هو يرجع نادي الزمالك تاني. ده لو رجع انا مش موافق. اولا انت مالكش صفه. انت كسر عين اللي هناك، ده حاجه تخصك او تخصهم، لان مكسور عينيهم. لكن انك انت تتكلم يرجع ولا ما يرجعش، المفروض ان المعلق او المقدم البرنامج يقول له انت ما تتكلمش عن حاجه زي كده، والمفروض انك انت ما تتكلمش عن الاهلي خالص. مش كده برضه يا اسلام يا كاذب؟ مش انت كنت قلت كده برضه على كهربا لما اتكلم كلمتين في المؤتمر الصحفي، وقال له انت في النادي هنا تكلمني عن المباراه بتاعتي، مع انه ما بيتكلمش غلط. لكن ده رايح بيحتفل بيتكلم عن الاهلي وبيقول له ان انا مش موافق على انه يرجع. فالمهم كهربا امبارح بقى مع سيف زاهر جايب رساله من امام. ما هو امام بقى في المنتخب مش فاضي وما ينفعش ان هو يتكلم. فنشوف كهربا مسح به الارض ازاي، من غير ما يذكر اسمه، من غير ما، كبير في السن، راجل مسن، راجل عجوز. انا بفكر يعني نعمل اي حاجه والله عادي. هي بتيجي مش بنرتب لها خالص. بس عملنا 400 احتفال ولسه يعني في كتير. يمكن انا بس في حاجه كده بمناسبه، طبعا انت جبت سيره امام. امام وصل لي رساله النهارده. يمكن هو كان في مصر المنتخب طبعا ما ينفعش يتكلم. هو وصل لي رساله، يمكن في حد طلع في عدد البرامج يتكلم عليه ان هو عايز التيشيرت بتاعه والكلام ده كله. يمكن انا اقول الصراحه، يمكن على لسان امام عاشور هو اللي بعت لي رساله ان في نهائي كاس مصر اللي فات في كذا لقطه حصلت بنفس الكاميرا لما جت كده وهو حاطط ايده على التيشيرت. 3-4 لقطات. في 3-4 لقطات دول هو كل شويه يقول له هترجع الزمالك اخر السنه، هترجع الزمالك اخر السنه. هو احتراما طبعا لكبر سنه، مش راجل في السن، فهو ما رضيش يرد عليه. فجه في ثالث مره ولا رابع مره امام راح حط ايديه على التيشيرت طبعا، فاحترمه طبعا عشان هو كبير في السن، فقال له انا في حته ثانيه. ده الحديث، ده الحديث كله على لسان امام عاشور. هو لما بعت لي رساله النهارده تمام، قعد بقى بعد كل الحاجات دي يا كابتن، انا ما ينفعش ابقى في النادي الاهلي
بفكر في حاجه تانية. ومعلش يعني الكلام اللي عشان انا في حمله كبيره قوي قوي على امام عاشور الفتره دي، وهو عايزين يعني زي ما كانوا عايزين يضمونا. ليه امام الناس كلها في ظهره وكله بيشيل بيه؟ هو عندنا في النادي الاهلي بس عشان هو يعني كان امام جمهور النادي الاهلي، هو دايما والله العظيم بحكي لي جمهور النادي الاهلي يعني بحبه وحطه في حته ثانيه خالص. وطبعا يعني يمكن امام حتى النهارده برضو عشان بس انا اجمع بس الكلام اللي بعته لي، ان امام بص رساله برضو لجمهور الزمالك ونادي الزمالك، هو ما عندوش مشاكل معاهم في اي حاجه، هو بيحترمهم جدا، هو بيحترمهم جدا ومفيش اي مشاكل معاهم خالص. فهو في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي دايما هو يقعد يقول ده جمهور مرعب، جمهور غير طبيعي، يعني حاطينه في حته بعيده جدا. لازم يعني تتهزقوا، يعني انتوا لازم تتهزقوا، لازم تطلعوا تكذبوا على جماهيركم اي حاجه تظهر فيها. ما انت مالكش لازمه اليومين دول، انت مالكش لازمه. انت دلوقتي بقى يتفائلوا بانك انت مش موجود في المباراه، لو موجود بتخسر، فانت خلاص ما بقالكش لازمه. فانت عايز تطلع تقول بقى ان انا مش موافق ان امام ده الجمهور بص يزحف وامام يرجع، فانت هتيجي تقول ان امام عايز يرجع بس انت ما توافقش. بص هو عمل اللي انت عملته، انت لما رجعت من باوك تقريبا او حاجه زي كده والزمالك ما عبركش، جيت وقعت والراجل برضه لما طلع اوروبا رجع الزمالك وبعدين ما معهمش فلوس ما رجعهوش، فجه وقع للاهلي، يعني عمل نفس اللي انت عملته. لكن انت من سوء سلوكك وقله الادب اللي انت فيها بتنتقم من واحد عمل نفس عملك، هو نفس الشغلانه ماشي. وبعدين مين في الاهلي يسيب الاهلي ويروح اي حته تانية؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه، مين التاني بعد الاهلي افريقيا؟ وائل جمعه، وبعد كده رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه عنده بطولات اكتر من الزمالك. انت بتتكلم في ايه؟ مين اللي هيفكر يرجع الزمالك تاني؟ انت ليه بتكذب؟ انتوا كلكم كدابين. وقبل كده برضو قله الادب برضو بتاعت مش عارف ايه ماهر دوت اللي كان طالع، بلاش اقول اسمه، اللي كان طالع ويقول لك اصل الزمالك كله اساطير، الاهلي فيه لعيبه لكن الزمالك فيه اساطير. ليه ما بيطلعش لاعب اهلاوي يقل ادبه عليكم؟ ليه قله الادب دايما طالعه من عندكم؟ ليه؟ حتى الواد جوميز بتاعهم اتعلم برضو اللي يبقى حلنجي خلاص، هو فهم ما ياخدش بطولات بس يقعد ينفخ في لعيبته ويقول ان لعيبته دي احسن لعيبه في العالم. خلاص جمهور طيب والله، مش مشكله بطولات، المهم انك انت تخبط في الاهلي. طالع يقول لك ان محمد عواد ومحمد صبحي احسن حراس مرمى في مصر. يا نهار ابيض، محمد صبحي ومحمد عواد اللي بيقف جوه الجول ما بيرضاش يطلع على الخط حتى، يعني بيخاف، بيبقى عنده فوبيا الخط، بيقف جوه الجول ما بيطلعش على كرة عرضية نهائي. ولما هو اساسا احسن حارس في مصر، لعبت صبحي المباراة اللي فاتت ليه؟ ده انت عندك واحد قعد يا لا في المباراة بتاعت الدوري السنة اللي فاتت بتاعت 4-1 لطم من الاهلي، والتاني مسمينه خرم. ما احنا هنقعد نكذب؟ مسمينه خرم. يبقى انت خلاص حفظت جمهورك بيحب ايه. نيجي بقى في موقع قذر شوفوا بقى عشان يقول لك ايه، ان الشناوي غلط. بصوا امبارح جمال الغندور قال لك ان الحكم غلط في عدم احتساب الطرد، لكن مفيش اي ضربة جزاء للترجي. ده جمال الغندور. امبارح طلع التقرير بتاع حكم مباراة الاهلي والترجي من الكاف، وطلع الحكم ان هو غلط في حاجة واحدة، في ان هو ما طردش لاعب الترجي. ده تقرير مين؟ تقرير الكاف. حكام تونس قايلين ان هو المفروض ان هو كان طرد اللاعب دوت، وان الاهلي ما عليهوش اي ضربة جزاء. ويطلع موقع قذر، خسارة ان احنا نقول اسمه، موقع قذر بيقول لك ان الكاف قام بايقاف حكم مباراة الاهلي والترجي لشبهة رشوة. يا فجرة، يا قلالات الادب، يا سفلة. ده عالم قذر والله العظيم. ويجي يقول لك احنا بنعمل مشاكل بقى. الكاف، انت عندك ورقة من الكاف ان هو تم ايقاف الحكم لشبهة رشوة، ولا دي قلة تربية منكم انتوا؟ انا عايز حضراتكم تردوا على السفلة دول يا جماعة. انتوا ليه ما بتردوش عليهم في التعليقات؟
ليه ما بتحاربوهمش زي ما هم ما بيحاربونا؟ على العموم شكرا لحضراتكم، ويا رب ما تكونش نسيت اخوك في اللايك والشير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.